ايه اللي بيحصل يا جدعان في الزمالك يا جدعان؟ حد يفهمنا يا جدعان، حد يقول لي ايه اللي بيحصل في الزمالك؟ اللي بيحصل ده والله حرام. كرة ما 24 شوطة ولا كام شوطة على الجون، مفيش كورة أصلا بين التلات خشبات، والكرة اللي راحت بين التلات خشبات محدش يصدها، مفيش حارس يصدها. ازاي تتصد ما تفهمش؟ في حاجة غلط بتحصل في الزمالك بجد والله. أنا ابتديت أقتنع بموضوع السحر والعفاريت والحاجات دي. أصل اللي بيحصل ده والله ما طبيعي، جونين أصلا هبل هبل في الجبل ويخشوا فينا جون، والزمالك طول الماتش ماسك الماتش ويلعب وهنا وهنا وهنا. بس ده ما يمنعش برضو ان في لعيبه مش مركزه، في لعيبه دون المستوى، في تفكك في الفرقه، مفيش قائد في الملعب يلم الفرقه. بس برضو هنرجع ونقول برضو يا جماعه كده حرام. عايزين حل. ايه الحل؟ نمشي فوريرا، نمشي فوريرا، نمشي اللعيبه، نمشي اللعيبه. المهم يكون في حل، ما مش هنفضل كده، هنفضل احنا كده. احنا كده ممكن نوصل الترتيب الاخير في الدوري، وبعدين ايه اللي هيحصل بعد كده؟ نفضل بقى نتفرج